ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا احلى كيكه برتقان هشه ولذيذه جدا. مش هتصدقوا ان الكيكه اللي قدامكم دي معموله بدون بيض ولا زبده ولا سمنه ولا حليب ولا زبادي. احلى كيكه برتقان ممكن بجد تجربوها. كيكه بجد نتيجتها مضمونه جدا، وغير كده كمان اقتصاديه، مكوناتها بسيطه جدا. يلا على طول نبدا في الطريقه وفي الوصفه. بس اهم حاجه لو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تحطوا له لايك. يلا بينا نبدأ. قبل ما نبتدي في خليط الكيكة هنبتدي بقى نحضر الصينية مع بعض. الصينية هنا اللي أنا استخدمتها دي مقاسها 28. انت ممكن تقللوا في حجم الصينية عن كده، بس هتقسموا المكونات على 2. لكن لو هتستخدموا صينية زي اللي أنا استخدمتها دي، يبقى المكونات اللي أنا استخدمتها دي مظبوطة جدا لصينية مقاس 28. في الأول كده دهنتها فرشة كده من الزيت علشان أبطن الصينية بالدقيق. حطيت كده معلقة صغيرة كده من الدقيق، ونبتدي نلف كده الدقيق حوالين داير كده في الصينية. لو في أي دقيق كده زيادة في الآخر بقى هنفض يعني الصينية كويس جدا من أي دقيق زيادة. كده خلاص الصينية معايا بقت جاهزة. لو هتستخدموا صينية تيفال يبقى افرشوا في الأرضية ورقة زبدة عشان بس الكيكة ما تلزقش معاكم. نبتدي بقى في المكونات الجافة. هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق. انا هشتغل بالكوباية او المج العادي اللي موجود عندنا في كل بيت، اللي هو مج الشاي. وزن الكوباية اللي انا استخدمتها دي وزنها 200 جرام. لو انتوا هتشتغلوا بالكوباية يبقى 3 كوبايات من الدقيق. هتشتغلوا بالجرام يبقى المجموع كله 600 جرام من الدقيق. هتشتغلوا بالكوباية يبقى هي نفس الكوباية اللي انتوا هتعايروا بيها باقي المكونات. عشان كمان الكيكة تطلع معاكم كده هشة ومرتفعة، حاولوا ان انتوا تدخلوا الدقيق في الاول. يعني ممكن تدخلوه مرة 2 3 عشان تدخلوا هوا في الدقيق والكيكة تطلع معاكم هشة. كمان هستخدم نص كوباية من النشا. النشا هنا بيخلي الكيكة تبقى مرتفعة، وكمان بيديها هشاشة كده وبتطلع جميلة جدا. وكمان هزود ربع معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من البيكنج سودا. البيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم. ما تزودوش منها كتير، هي بس ربع معلقة صغيرة عشان هنا احنا مش ضايفين بيض على الكيكة، فعايزين اي مادة رافعة ان هي تخلي الكيكة معانا مرتفعة كده وهشة. نبتدي بقى نحضر المواد السائلة. هنا معايا كوباية ونص من عصير برتقان فريش. لو عندكم كمان بقى السفندي كده في البيت ممكن تاخدوا كام واحد تعصروهم، يعني تعملوا كده ميكس ما بين البرتقان والسفندي. بجد السفندي بيدي طعم حلو جدا. وزودت كمان كوباية ونص من السكر. السكر هنا اختياري، بيكون دايما حسب الذوق. لو حابين سكر هيكون زيادة يبقى هتزودوا كمان نص كوباية، يعني من كوباية ونص لكوبايتين. حابين يكون سكرها يعني أخف شوية يبقى هتضيفوا من كوباية لكوباية وربع، بس هي كانت كوباية ونص كانت مظبوطة جدا. دوبوا بقى السكر كده كويس كده مع عصير البرتقان، وبعد كده زودت رشة من الفانيليا. الفانيليا هنا اختياري، لو حابين تضيفوها. احنا هنا مش ضايفين بيض ولا اي حاجة، يعني مفيش زفرة بيض خالص، بس الفانيليا مجرد بس هتدي الكيكة ريحة مش اكتر. وكمان زودت نص كوباية من زيت نباتي. لو عندكم زيت نباتي كده يفضل يكون ملوش ولا طعم ولا ريحة عشان بس ما يغيرش معاكم طعم الكيكة. وبعد كده بقى انزله بالدقيق كده شويه بشويه. انا ما بنزلش طبعا بكميه الدقيق مره واحده، بنزل بيها شويه بشويه. يعني بضيف كده كام معلقه واقلب. يعني اهم حاجه كده ان احنا نقلب كويس علشان لو في اي كتتولات كده او في اي دقيق بيبقى موجود دايما في قاع البوله، او بيبقى في دقيق كده على الجوانب، فكده احسن. يعني كده يفضل ان انتوا تنزلوا بالدقيق كده شويه بشويه وتقلبوا عشان لو في اي كتتولات كده من الدقيق. هتفضلوا كده تنزلوا بالدقيق تدريجيا لغاية ما تخلصوا كل كمية الدقيق اللي معاكم. وانتوا شغالين كده وبتقلبوا دايما خلي اتجاه ايديكوا يعني تكون في اتجاه واحد، علشان ما تطلعوش الهواء اللي احنا دخلناه في الخليط. ان الهواء ده اللي احنا دخلناه في الخليط هو اللي بيخلي الكيكة، يعني بيساعدها ان هي تبقى هشة ومرتفعة في الفرن. وبعد كده زودت معلقة كبيرة كده من الخل الأبيض. الخل الأبيض برضو حلو جدا مع خليط الكيك، بيخلي الكيكة كده تكون هشة ومرتفعة. الخليط هنا بقى تقل معايا شوية، فهخففه بنص كوباية من المية المغلية. الأول نزلت كده بربع كوباية، وبعد كده قلبت، وأول ما ببص لقى المية ابتدت إن هي تختفي كده، فزودت الربع التاني. المية المغلية هتخلي الكيكة معاكو هشة، وبجد هتطلع أحلى وأطرى كيكة عملتوها.
نص كوباية المية المغلية اللي احنا ضفناها كده في الآخر هتخلي الكيكة معاكم طرية بجد، يعني هتاكلوا أحلى كيكة. وزودت هنا بقى في الآخر البيكنج باودر. البيكنج باودر أنا ما ضفتوش مع المواد الجافة في الأول. لو احنا هنضيف مية مغلية في الآخر يبقى الأفضل ان احنا نخلي البيكنج باودر في الآخر، عشان البيكنج باودر ده خميرة، يعني مادة رافعة، عشان ما نموتهاش، فنخليها كده في الآخر بعد المية المغلية. لكن لو هنشتغل بقى كده كله على البارد فمفيش مشكلة، ممكن نضيف البيكنج باودر مع المواد الجافة في الأول، مفيش أي مشكلة خالص. كده بقى الخليط معايا بقى جاهز، هصبه بقى في الصينية. بس قبل ما ندخل الصينية الفرن لازم نكون مشغلين الفرن قبليها، يعني مش أقل من 10 دقايق في الأول لازم نسخنها. وبعد كده بقى يعني الصينية كده هنبتدي نضربها كده ضربة أو ضربتين على الرخامة، عشان بس لو فيها أي فقاعات كده من الهواء نطلعها. الكيكة دي بتخش على درجة حرارة 170 أو 180. هي هتاخد معاكم من 45 دقيقة، ممكن كمان تاخد معاكم ساعة حسب حجم الصينية اللي انتوا هتستخدموها. هي أخدت معايا في الفرن 60 دقيقة بالظبط، هي أخدت معايا ساعة. ودايما عشان تتأكدوا ان الكيكة استوت وما فيهاش اي عجين كده من النص، يبقى هتختبروها قبل ما تطلعوها من الفرن. يعني وهي في الفرن كده حاولوا ان انتوا تختبروها بعصاية الشيش طاووق او بخلة اسنان من النص كده، علشان النص دايما نص الكيكة هو ده اللي دايما بتكون الكيكة نية فيه. لو لقيتوها كمان يعني الكيكة خلاص استوت، ممكن تسيبوها كمان 10 دقايق أو ربع ساعة في الفرن، بس يكون باب الفرن مفتوح، يعني عشان ما تطلعهاش كده من السخن على البرد على طول، فهتاخد ممكن صدمة معاكم وممكن تهبط. فخلوها كمان 10 دقايق أو ربع ساعة جوه الفرن، بس الفرن يكون مطفية وباب الفرن يكون مفتوح. شايفين بقى الجمال؟ أطرى كيكة ممكن تعملوها، كيكة هشة وفي منتهى الجمال وبدون بيض. وبس كده كده وصلنا نهاية فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.